السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المهندسة رانيا من شركة المتحدون الدوليون للأدوية البيطرية. يا رب تكونوا بخير. طبعا درجات الحرارة ابتدت تزيد وداخلين على الصيف، وعشان درجات الحرارة من العوامل المؤثرة جامد على نجاح الدورة، قررت اجي اكلمكم النهاردة عن السلالات ومميزاتها وايه اللي بيستحمل درجة الحرارة وايه اللي ما بيستحملش، لان في مربيين كتير سألونا اني افضل سلالة اشتغل بيها بالنسبة ان درجة الحرارة ابتدت تزيد، وبالذات الدورات اللي هتبتدي تدخل الأسبوعين الجايين، إنهم لازم يكونوا واخدين بالهم كويس إن هما مظبطين حرارة كويس، تهوية كويس، علشان طبعا الدورة تكمل معاهم على خير. ولو هنبتدي نتكلم على السلالات اللي بتتحمل درجة الحرارة زي الروس، زي الإيفيان، زي كمان الأربو، الثلاث سلالات دول من السلالات اللي بتتحمل درجات الحرارة العالية وكمان المنخفضة، فبتبقى تربيتها كويسة جدا بالنسبة لوقت الصيف وكمان في وقت الشتاء الجامد. ويجي بعدهم الهبر والكب ده طبعا من السلالات اللي مستحملش درجة حرارة عالية خالص، مع انها بتدي اوزان كويسة جدا، وفي مربيين كتير بيفضلوا ان هم يشتغلوا بالكب، لان الكب ليه مميزات كتيرة، زي ان هو بيدي لحم كتير في الصدر، وكمان ان هو عنده استجابة عالية بالنسبة للأدوية، عكس الرز اللي استجابته بالنسبة للأدوية بتكون ضعيفة شوية. وكمان سلالة الروس بيكون اللحم فيها نسبيا أقل من القب، وعلشان كده في مربيين كتير بيفضلوا ان هم يربوا الروس في الفترة بتاعة الصيف ويربوا القب في الفترة بتاعة الشتاء، وده بيختلف من مربي لمربي وكمان من تجهيز عنبر لتجهيز عنبر تاني. يعني ممكن عنبر يكون متجهز بشكل كويس جدا وقادر ان هو يسيطر على درجات الحرارة العالية، فيقدر ان هو يربي القب في الصيف كمان، لانه مش هيعرضه لدرجة حرارة عالية عن الحاجة اللي هو بيحتاجها. كل ما كان المربي قادر ان هو يظبط درجة حرارة ورطوبة وتهوية في العنبر، كل ما يقدر ان هو يربي اي سلالة هو بيفضلها. اتمنى ما كنتش طولت عليكم، وشكرا ليكم. سلام عليكم.